ما عارفكش فين كاين انت دابا وفين تتسمع هضرتي. غالبا غتكون في شي مدينه، ربما راكب في طوموبيل ولا في مترو، ولا مريح في دارك وداير الليزيات. ربما جالس في شركه خدام وتتسمع، ربما في لاصال تدير الرياضه. كيف ما بغات تكون الحاله ديالك، راها حاله ماشي طبيعيه. الحياه اللي تنعيشها اليوم ما عندها حتى علاقه بطبيعتنا الحيوانيه. حياتنا مزوره. جدودنا اللي كانوا عايشين حياه حقيقيه ما كانوش تيديروا الالارم باش ينوضوا وتيزيدوا فيه كل مره نغيزه تيتمناو يجمعوا فيها. جدودنا كانوا تيفيقوا مع شروق الشمس وزقزقه العصافير، تينوضوا عامرين بالطاقه والحيويه، ما محتاجينش قهوه يستارطيو بها الدماغ ديالهم. حنا تنوضوا مبجقلين بحال الزومبي، اغلبنا ناعس بطريقه مخربقه. حنا الكائن الوحيد اللي تيضحي بالنعاس من اجل حوايج اخرين، واخا النعاس هو القاعده ديال الصحه. نعاسنا حتى هو مزور ماشي طبيعي. شنو الاحساس ديالك وانت تتحل الثلاجه وتتجبد منها الماكله اللي واجده؟ والو، حيت ماشي طبيعيه. قارن بين راسك وبين جدودك اللي عاشوا في الكهوف. الوقت اللي انت تتلعب في التليفون طالع هابط في المواقع وتتسنى قهوتك، هما راه تيكريطو مرشي حلوف والادرينالين مشعل في عروقهم. تيجيبوا ماكلتهم بدراعهم ماشي تيشريوها من السوبر مارشي. ستريس ديال الصيد كان مفيد حيت قصير وتيعطيهم فوائد صحيه من بعد. انت الستريس ديالك براسو كله مزور. ستريس ديال الخدمه، ديال الترونسبور، ديال الفلوس، ديال الكرا، الكريديات، هادشي اللي تتسترس عليه كله مزور، ما كاينش في الطبيعه. حاجات خياليه خلقها بنادم. في الوقت اللي انت مخشي في شي طوبيس ولا في مترو مزاحم مع خوتك الفئران الادميين، جدودك كانوا رجعوا من الصيد ديك الساعه وشعلوا عويفيه وتجمعوا عليها وبداو تيتعاودوا. وشي تيشوف شي، انت خاشي عينك في التليفون واللي حداك حتى هو كل شي عايش مع تليفونه. تيطل غير مره على العالم الخارجي باش يشوف واش مازال الناس اللي تيعرف كاينين ولا مشاو ولا ماتوا. تتوصل للخدمه، ديك الخدمه اللي تضيع فيها اكثر من نص حياتك الا ما حسبناش النعاس، وسط 4 ديال الحيوط جالس تدير شي تخربيق مزور ما عنده حتى علاقه مع الطبيعه. كل شيء تقريبا فيرتويال. ستريس تيزيد يطلع، دماغك تيزيد يتبنج، عينيك مقاتلين مع الضوء الاصطناعي، المورال رايب بكثره المسؤوليه والاستعباد اللي تيدير لك الشاف ديالك. في ديك الوقت جدودنا راهم تيدوروا في الطبيعه، تيقلبوا على الماكله ولا تيصيدوا الحوت. في وقت الغداء تكون ديجا وليتي خنونه، ستريس كلاك، راسك مطنطن باغي غير تسد عينيك ترتاح وما قادرش، حيت في البيئه المزوره اللي انت فيها الطبيعه ديالك ما عندها حتى قيمه. غتبقى مخرج عينيك في الخدمه والضغط غيبقى عليك في كل لحظه. في هذه الحاله القبيحه اللي تتكون فيها، جدودنا كانوا تيرجعوا للقبيله بما لذ وطاب من توت وحوت. دماغهم يلا فرز كميه هائله من هرمونات السعاده، صحتهم 5 المورال واصل للسما. تيجلسوا تياكلوا في الهواء الطلق النقي، ومن بعد تيقلبوا على شي بلاصه مأنتكه فيها الظل وتيديروا قيلوله ناضيه، قيلوله تزيد تعاونهم في صحتهم الجسديه والنفسيه. من تتكمل المعاناه ديال 8 ساعات، هادشي الا خرجتي في الوقت تتشد الترونسبور عاوتاني، يا اما حاصل في الترافيك باش تزيد تفرقع المراره ديالك، ولا مزاحم تاني في المواصلات العموميه مع كاع العرقانين بحالك. كل شيء وجهه صفر بحال الا مضروب بالكيماوي. تتوصل للدار باقي فيك غير الكادر، تتخشي في وجهك اللي كان. الا كنتي من حمير الطاحونه اللي تيديو معاهم الخدمه للدار، غتصبر غير بشي ساندويتش لاوي غتاكلو فوق اللابتوب وحاضي لا يدخلوا الفراتات في الكلافي. في لحظه يقظه تطلع على الساعه، تتلقى بقى لك غير 15 دقيقه ديال شبه حياه قبل ما تسهط وتعاود من جديد رحله الويل. طبعا تتفضل تبقى فايق باش توهم راسك انك عايش، وتتزيد تأزم راسك وتحيد من مخزون النعاس اللي انت محتاجه اكثر من اي حاجه اخرى. هاد العشيه الكئيبه ديالك
كانت زهو عند جدودنا، كانوا تيتجمعوا عاوتاني على العافيه، الحجايات والضحك والاعمال اليدويه، كل واحد تيبريكولي شي لعبه وهو ناشط. تيوصل وقت النعاس تيتاملوا في النجوم والمجرات في السماء وتينعسوا بحال شي طفل رضيع. انت عينيك في ذاك الوقت بحال الطوبه، مازال تتغتصبهم مع التليفون وتتفكر في الهم ديال البارح وديال اليوم وديال غدا، الخوف والارق والاكتئاب. ما تعرفش فوقاش غيبزز عليك دماغك النعاس، حيت الا خلاك غير شويه اخرى غيسكت لك القلب. هاد الحياه المزوره اللي تنعيشو تتعرى المؤخره ديالها من تتوقع شي ازمه كبيره. الا غير تقطع الضوشيامات غيبدا النهب وغتبدا السرقه والجرائم. المدن اللي حنا عايشين فيها دابا راه ماشي حاجه نورمال، حنا عاله على شنو تيجينا من برا. الا حبس غنوضوها قتيله. شكون فينا يقدر يعيش الا لاحوه دابا في الغابه؟ شنو هما المؤهلات اللي عندنا باش نبقاو على قيد الحياه كيف ما قدوا عليها جدودنا؟ شنو غدير الا صبحتي غدا بلا ضوء، بلا تليفون، بلا انترنت، بلا ماكله، بلا ما؟ فكر في اي حاجه تديرها دابا في حياتك، فكر في اي حاجه دايره بك في حياتك، غتلقى بانها ما عندها حتى علاقه بالطبيعه، وحيت ما عندها حتى علاقه بالطبيعه تدير لك ستريس وتدير لك الاكتئاب، حيت بعدتي على البيئه الطبيعيه ديالك وعايش حياه اصطناعيه، حياه متخيله، حياه مزوره. في القرن الرابع قبل الميلاد كتب أفلاطون واحد من أهم الكتب ديالو، الجمهورية. في هذا الكتاب غلقاو القصة ديال أهل الكهف، ماشي هذوك ديال القرآن. أفلاطون أعطانا في القصة ديال أهل الكهف واحد المثال اللي واعر لدرجة أنه ما زال تيتقرأ وتدرس اليوم. وبزاف ديال الأفلام الكبيرة بحال The Matrix، بحال The Truman Show، تبازاو على قصة كهف أفلاطون. في هذه القصة بغانا أفلاطون نتخيلوا أن مجموعة ديال الناس من نهار تولدوا وهما مخشيين في واحد الكهف، مشدودين بالسناسل، ما يقدروا لا يتحركوا لا يدوروا وجههم، تيقدروا يشوفوا غير قدام عينيهم. ومور هاد الناس هاد المحبوسين كاينه عافية شاعلة اللي هي مصدر الضوء الوحيد بالنسبة لهم، وقدامهم كاين واحد الحيط، وفي هذاك الحيط تيشوفوا الظل ديال اي حاجه دوزوها دوك الناس اللي حابسينهم مور العافيه اللي موراهم، يعني بحال بروجيكتور. فمثلا الا جابوا شي ليمونه دوزوها مور ديك العافيه اللي موراهم، هادوك المحابسيات يشوفوا ديك الدواره، ديك الشكل ديال الليمونه، داك الظل ديالها. ففعلا دوك اللي حابسينهم كل مره تيجيبوا شي حاجه تيوريوها لهم، تيوريوهم الظل ديالها، وبعض المرات كاع تيديروا اصوات. الحاجه الوحيده اللي تعرفوها هاد المحابسيه على العالم هي داك الظل اللي تيشوفوا. بالنسبه لهم الظل هو الواقع، الظل هو الحقيقه. تخيل دابا ان واحد النهار واحد فيهم قدر يحل السناسل ويدور وجهه ويشوف الضوء ديال العافيه، الضوء غيعميه، غيحس بالالم، غيبغي يرجع فين كان، لكن لو شدوه وبززوا عليه انه يشوف في الضوء وانه يخرج كاع من الكهف ويشوف العالم الخارجي، العالم الحقيقي، عينيه غيتعماو في الاول بالضوء ديال النهار، ولكن بشويه بشويه غيولف وغيفهم الظلمات اللي كان عايش فيها، غيحس انه تولد من جديد. تخيل دابا ان هاد السيد يرجع للكهف، يهبط عند صحابو المساجين، ما غيقدرش يشوف مزيان في الظلام حيت عينيه ولفوا الضوء. غادي يضحكوا عليه لانه ما بقاش قادر يشوف الظل بحالهم، غادي يقولوا عليه ان خروجه من الكهف خرج عليه، فسد ليه الرؤيه. غيقولوا ان الخروج من الكهف مصيبه، كارثه. وخا يعيا ما يحاول يفسر لهم الحقيقه ويحررهم من الظلام ديال الجهل اللي هما فيه، ما غيبدلوش رايهم، بل يقدروا يقتلوه الا ما جمعش راسه. هذا هو تقريبا الملخص ديال القصه ديال الكهف ديال افلاطون. هذه القصه ممكن كلنا نلقاو فيها راسنا، كلنا يا اما خرجنا من شي كهف، يا اما مازال عايشين في شي كهف، يا اما خرجنا ورجعنا.
الكهف هو أي محيط تقدر تلقى فيه راسك، أي محيط دخلتي ليه في فترة من فترات حياتك. يقدر يكون الوطن، القبيلة، بيت الأسرة، بيت الزوجية، مكان العمل، السناسل، يقدروا يكونوا السلطة، التقاليد، الأعراف، الدين، الحب، الخوف. اللي حابسك يقدر يكون الحاكم، الوالد، الزوج، رب العمل. نهار غتجمع ديك الشجاعة اللي عندك وغتهرس دوك السناسل اللي شادينك، غتشوف صورة أخرى ديال الواقع، غتشوف الضو ديالو وغتألم، غتعذب. أغلب الناس في هذه المرحلة يرجعوا بالزربة للظلام. ما تكونش بحال هاد الناس. شوف داك الضو، برقق في عينيك. خاص يكون عندك يقين أنها مسألة وقت فقط وغتولف، غتبدل حياتك للأفضل. غتحس بالحسرة على الوقت اللي ضيعتيه في الظلام، ولكن ما تخليش هاد الحسرة تعذبك، حيث المهم هو أنك قدرتي تتحرر. درتي واحد الحاجة اللي عدد قليل جدا من الناس اللي قدروا يديروها. غتلقى واحد الرفض، واحد الهجوم كبير من الناس اللي مازال محبوسين في الظلام اللي كنتي فيه. غيعتبروا الخروج ديالك خطأ، كاين اللي غيعتبروا وقاحة، خيانة، كاين اللي غيبغي ينتقم منك، كاين اللي غيبغي يقتلك. ما تديش عليهم، بالعكس شفق عليهم، راه مازال توجههم ما دوروش باش يشوفوا العافية اللي موراهم. تقدر تكون عايش في كهف دابا وما عارفش راسك أنك عايش في كهف، حيت ما عمرك تساءلتي، ما عمرك فكرتي، ما عمرك شكيتي. تقدر تكون دورتي وجهك واحد شوية وتعميتي وتألمتي ورجعتي. عاود دور وجهك، عاود طول الشوفة في ديك العافية اللي موراك، وقلب على الضوء وسير في طريقه. أيا كان الحال، الخروج من الكهف هو القرار الصائب، ماشي السهل ولكن هو الصائب. أنك تبقى في الكهف هو القرار السهل، لكن هو القرار الخطأ. في القرن 16 الميلادي عاش واحد السيد من أشهر النبلاء والأغنياء ديال فرنسا. كان من المقربين ديال الملك، وكان عمدة ديال مدينة بوردو. كان من صحاب الشان والمرشان. من الطفولة ديالو وهو عايش في الرفاهية، مخمخ مزيان، تعلم شحال من لغة، مشى لأعرق المدارس وتفوق في الدراسة ديالو، ومن بعد خدا أعلى الشهادات والمناصب. هاد فريميجا قرر في واحد الوقت من حياته أنه يكتب كتاب، فبدأ يقلب على موضوع يكتب عليه ويقول مع راسو ما نلقاش حسن من راسي، فبدأت يكتب على راسو. تنظن كلنا نقدروا نتصوروا كيفاش غيكتب على راسو. يقدر يكتب على الكارير، علاقته بالملك، عائلته الواعرة، العبقرية ديالو، وزيد وزيد. يعني كتاب ديال شوفوني شحال واعر، اللي في الاخر غيقرا غير هو. لا، ماشي هادشي اللي وقع. الكتاب اللي كتب هاد خونا واللي كتبوه في شكل مقالات وسماه نيت مقالات، غيولي واحد من الكتب الأكثر تأثيرا في التاريخ، وغيردو واحد من أهم فلاسفة النهضة الفرنسية. ربما عرفتوه، تنهضروا على ميشيل دو مونتين. دو مونتين تيقول على راسو أنه إنسان على قد الحال، ما حقق في الحياة حتى شي حاجة عندها قيمة. تيقول على راسو أنه كسول، فهمه ثقيل، الإبداع ديالو محدود، الذاكرة ديالو غربال، ما تيقدرش يركز، جاهل، ما عندوش معلومات أو فهم ديال أي موضوع مهم. يقدر يبان لنا أنه تيبالغ، ولكن ماشي هذا هو بيت القصيد. اللي مهم عندي هو كيفاش حنا تنحسو من تنقراو شنو كتب هو على راسو. تنحسو أن هاد خونا إنسان زوين، متواضع، بسيط، تيفكرنا شوية براسنا، تقدر تبغي تلاقاه لو كنتي عايش في الوقت ديالو. وهاد القضية بالذات هضر عليها دو مونتين. تيقول أن ما كاين حتى شي عيب في أن الإنسان يكون بسيط، بالعكس إلا فكرتي فيها راها هي الحاجة المزيانة، لأن هذا يعني أنك بحالك بحال أغلب الناس متشاركين في نفس الأمور. تيقول دو مونتين أن خصنا نتقبلوا أننا كائنات محدودة وغير كاملة. تخيلوا دابا لو أن دو مونتين كتب على الإنجازات والنجاحات ديالو، شحال هو خطير ما يقد عليه حتى واحد، واش كنا غنحسوا نفس الإحساس؟ أكيد لا. غالبا لو كتب على راسو تيفتخر براسو، تيعظم راسو، كان غيتنسى هو والمقالات ديالو بحال الا ما عمرو كان. هذا الشيء بالضبط تنعيشوه في الواقع ديالنا. الا لاحظتوا ديما تنتعاطفوا مع ابطال المسلسلات والافلام اللي واخا تيكونوا واعرين
تيكونوا فيهم عيوب، تيكون فيهم داك الجانب ديال الضعف. علاش تنتعاطفوا معهم؟ لان تلقاو راسنا فيهم. كاينه واحد الجماليه، واحد الاثاره في البساطه، في انك ما تكونش كامل 100%، ما تبانش غير قوي وواعر، ولكن يبانوا حتى دوك العيوب وداك الضعف اللي فيك. للاسف اغلب الناس تيديروا العكس تماما في حياتهم اليوميه. العكس، دابا انت واحد الانسان ضعيف محفحف مقود عليك، عندك عيوب لا تعد ولا تحصى، ورغم ذلك تتبذل واحد المجهود خرافي باش ما يبان منها والو. ويا ريت تكون حبسات هنا، تتحاول ديما تكذب وتصنع وتوهم الاخر باشياء غير حقيقيه باش تزيد لراسك ضلعه. والمحزن هو ان انت براسك تتكره الناس اللي تيتعاملوا معك بهذه الطريقه، تتكره داك اللي تيجي وتيبدا يمدح في راسو، تيبدا يسرد عليك قائمه البطولات ديالو، داك اللي تيهضر غير على راسو، داك اللي تيرسم لك صوره خارقه على حياته، تتكرهه، ما تيتصرتش ليك. ايوا الشريف، راه حتى انت تيكرهوك الناس من تدير بحال هكا، راه تينافقوك ولكن راه كارهينك. حاول ترجع بالذاكره ديالك للناس تلاقيتيهم في الماضي ودخلوا لك لقلبك من اول لقاء، ارتحيتي لهم وفعلا دخلوا لك لقلبك. انا متاكد ما غيكونوش من هذا النوع اللي هضرت عليه. القيمه ديال الانسان، القيمه ديال راسك تجي من البساطه ديالك، ماشي من الماسكات والكذوب والنفاق والبخل الخاوي. الناس غيحبوك حيت غيحسوا بك قريب ليهم ديالهم، غيلقاو راسهم فيك، ماشي واحد جالس تيخطب عليهم من برج عاجي من الفوق. راه يقدروا يمثلوا عليك، وغالبا راه الناس الا كنتي تدير هذا الشيء هذا، وغالبا راك تدير هذا الشيء هذا لان اغلب الناس تيديروه، راه هادوك اللي تتعامل معاهم تيمثلوا عليك انهم انبهروا بك، ولكن كل متيقن 1,000,000% انهم كرهوك. كل ما مدحتي راسك، كل ما عاودتي على البطولات ديالك وكبرتي البعرة راسك، ذاك المستوى ديال الكراهيه تيطلع، القيمه ديالك تتنقص. انت تتحاول تطلع القيمه ديالك بهذا الشيء اللي تدير، ولكن انت تدير العكس تماما. فالمره الجايه من تكون مع ناس انتبه لهذه القضيه، دير التجربه ديال دومونتي، ما تحاولش تبهر الناس، كون بسيط متواضع. الا جابها السياق، اذكر الضعف ديالك، اذكر الهموم ديالك، المشاكل ديالك، العيوب ديالك، غتولي انسان عزيز، لانك غتولي عمله نادره اللي وصل ليها ما يقدرش يسمح فيها. واحد المره جاني سؤال، ما عقلتش واش في هشام يجاوبك ولا في مباشر اخر. سولتني واحد الاخت كريمه، قالت لي شنو هما الحوايج اللي يقدروا يعطيونا السعاده في الحياه، وجاوبتها بالسربه، قلت لها السعاده ما تجيش من برا، تجي من الداخل. سال المباشر بقيت مبرزط، حسيت براسي بحال اللي ما ديفلوبيتش الجواب ديالي، ما فصلتش فيه. فالخواطر ديال اليوم هي بحال تقول محاوله باش نديفلوبي هذا الجواب اكثر، وما غنلقاوش حسن من الامبراطور والفيلسوف الرواقي ماركوس أوريليوس باش يعاوننا في التفصيل في الجواب. ماركوس أوريليوس كان واحد السيد عجيب، شخصيه فريده من نوعها دازت في التاريخ، امبراطور ديال امبراطوريه قد الخلا، دايرين بيك الحروبات والمؤامرات والانقلابات، وغفل عينك طارت، ولادك الاغلبيه ديالهم ماتوا وهما براهش، مرتك حتى هي ماتت تبعاتهم. ورغم هذا الشيء كامل ماركوس أوريليوس قدر يتعايش مع الوضع بشكل ايجابي، وماشي غير يتعايش مع الوضع، بل كان حاكم رائع عادل، وعطانا حكم ونصائح اللي نقدروا نخدموا بها اليوم. كيفاش دار ماركوس أوريليوس توصل لهذا السلام الداخلي؟ كيفاش قدر يتعايش مع الوضع بشكل إيجابي؟ الجواب هو الفلسفة الرواقية، أن ماركوس أوريليوس كان من أشهر الفلاسفة الرواقيين، بجانب أنه كان إمبراطور وسياسي وقائد عسكري. ماركوس أوريليوس كتب واحد الكتاب سميته تأملات، وهذا الكتاب تعتبر من أهم الكتب اللي تكتبات في تاريخ البشرية. هذا الكتاب هو عبارة عن يوميات كان تيكتبها ماركوس أوريليوس لراسه. تيقول ماركوس أوريليوس أن الناس تيحاولوا ديما يهربوا من القلق اللي تعيشوه في حياتهم، تيحاولوا يهربوا للعروبية، يهربوا للبحر، يهربوا للجبال، وهذا غباء، لأن تقدر تهرب من القلق ومن التعاسة ومن الشقاء في أي وقت بغيتي، ما عليك إلا أنك تهرب لراسك.
ما كاين حتى شي بلاصه اكثر سلاما من النفس ديالك. وتيقول في واحد البلاصه اخرى اليوم قدرت نهرب من القلق اللي انا فيه. لا لا لا، ماشي هربت من القلق اللي انا فيه، حيدت القلق اللي كان عندي، لان القلق كان ديالي، كان فيا، ماشي جاني من برا. باش نلخصوا شويه كيفاش كان ماركوس أوريليوس تيتعامل مع المصايب الكحله اللي تتنزل عليه والمشاكل ديال الحياه، كان ديما تيعتبر ان اي مشاعر ديالنا، مشاعر القلق، مشاعر الخوف، اي احساس بالاضطراب، احساس بالقلق، ماشي هو هذاك حتى ماشي مزيان. هذه مساله تيقول لك هو مساله شخصيه، ماشي مساله اللي جايه من برا. يعني حنا نقدروا نتحكموا فيها، نقدروا نغيروها لحاجه ايجابيه. مثلا واحد الصديق ديالك عزيز عليك ولا تينخل، يعني غبر عليك شهر شهرين، ما لا كلمه لا جوج لا سلام لا والو، غبر عليك، فانت تقلقتي، غضبتي، حزنتي، وليتي تدير واحد التأويل، واحد لانتربريتاسيون ديال الغياب ديال هذا الصديق هذا، ولا هذا النخاله اللي عطاك، هاد بلاكه اللي خلى. داز واحد الشهر، جا عندك هذا الصديق هذا قال لك اودي اسمح لي على الغياب، راه الوالد ديالي مات. في ديك اللحظه بالضبط كاع ديك المشاعر الخايبه اللي كانت عندك تجاه هذا الصديق هذا غتحول لتعاطف كلها، غتمشي كاع داك الغضب كله، غيمشي داك خيبه الامل، داك الحزن، داك الاكتئاب، داك كله غادي يمشي وغيتحول للاحساس ديال التعاطف. هذا الشيء تيبين شنو؟ تيبين اننا حنا نقدروا نتحكموا في المشاعر ديالنا، في الاحاسيس ديالنا بتأويلات ايجابيه. يعني حنا اللي متحكمين في ديك الحاله اللي حنا فيها، ماشي شي حاجه اللي جايه من برا. نعم ديك الحاجه اللي جايه من برا قلقاتنا ولا عصباتنا، ولكن حنا نقدروا نترانسفورميوها لواحد الحاجه زوينه. اذا خصنا ننتبهوا لجوج ديال الحوايج. كاين واحد المؤثر خارجي اللي هو سلبي اللي تاثر عليك، وكاين الاهم من هذا هو كيفاش انت تتعامل معه. كيفاش انت تتعامل معه انت عندك الكنترول فيه. هذاك المؤثر الخارجي اللي تيطيح عليك ما عندكش فيه الكنترول. مثلا غادي في الزنقه في امان الله شويه سبك واحد الانسان من البعيد، سبك، هذه واحد المساله اللي انت ما عندكش ليها كنترول. ما يمكنش تكونترولي الناس شنو يقولوا، واحد باغي يسب واحد، هذه ما عندكش كنترول. لكن اللي عندك فيه كنترول هو انت كيفاش غتأول السيتوياسيون، كيفاش داك الاحساس اللي خايب اللي جاك، داك الاحساس ديال الغضب، احساس الحزن، احساس ديال القلق ولا الكآبه، كيفاش غادي تحولوا لحاجه بوزيتيف. هضرنا على التأويل من اسهل ما كاين. التأويل هو اسهل طريق. هذاك الانسان اللي سبك، اول تأويل تقدر دير ماشي انه هو عنده مشكل شخصي معك انت، نو، هو عنده مشكل كبير عبر عليه بداك السبان. يعني كان ممكن يكون دايز اي شخص اخر وغيسبو، غير انت جيتي في الوقت السيء في المكان السيء. ربما هذا السيد مريض، ربما ما شربش الدواء ديالو، ربما يلا جرات عليه المراه من الدار، ربما يلا ماتوا والديه، ربما يلا خسر فلوسه كاملين، وربما يعني تقدر دائما تحط واحد التأويلات ماشي لهذاك السيد، لراحتك انت. لان من غادي تأولها هذا التأويل هذا كل شيء، داك الغضب وهذا غادي يمشي في غيطير، ما غيبقاش. حنا محاطين يا بغينا ولا كرهنا دايره بين السلبيه في الحياه. ادخل الفيسبوك غتلقى واحد تسبك في كومونتير، غتلقى واحد تيغوات، غتلقى واحد يقول لك سلفني، واحد عنده المشاكل، العائله، الاصدقاء، يعني حاجات السلبيه ما عندناش كيفاش نهربوا منها. طبعا خصنا نحاولوا اننا نبعدوا من السلبيه، نبعدوا من الناس السلبيين، مازال غنهضر عليها شوي. لكن بغينا ولا كرهنا السلبيه تتحط علينا، تتحط فوق راسنا، تجي ما عندنا كي نديروا نهربوا منها. لكن الا خليتي ديك السلبيه تاثر عليك، هنا غتكون طحتي في الفخ، لان السلبيه غادي تاثر عليك، غتاثر. فانت كيفاش تتعامل معها اللي المفتاح ديال واش غتكون مزيان ولا لا. واحد الطريقه وليت تندير واللي عاونتني بزاف تنتمنى نتوما ديروها، هي انك الرياكسيون الاولى ديالك ما خصهاش تكون حلال الباب للسلبيه. غيجي عندك واحد مثلا غادي يقول لك زادوا درهم في المازوت، جراو علينا من الخدمه، خوك شدوه في الحبس. كلنا يعني بنسب متفاوته تنعيشوا هذه السلبيه هذه، وبلا ما يجي شي واحد يقول لك. في الصباح تتحل التليفون ولا تتحل اي جريده ولا هذه، ولا تتفرج في الاخبار، تتسمع غير السلبيه.
هذا قتل هذه الدولة هجمت على دولة، هذه عملية إرهابية، هادو ماتوا هنا، هادو جاعوا هنا، هادو تشردوا هنا، زيادة في الأسعار، غير الأخبار السلبية. فالرياكسيون الأولى ديالك غتحدد واش غتمشي في الطريق ديال السلبية ولا غدير ليها العصافر الرويضة. خاصك دير العصافر الرويضة للسلبية. مثلا شنو تندير؟ شنو هي الطريقة ديالي؟ أن أي حاجة وقعات أول رياكسيون خاصها تكون إيجابية. كما بغات تكون القضية، كما بغات أول رياكسيون خاصها تكون إيجابية. أنا بارساوي تنموت على البارسا من الثمانينات وأنا تابع البارسا. يجي عندي واحد أنا ما تفرجتش في الماتش مثلا اللي داعي من الدواعي، ما تفرجتش في الماتش، ما تفرجتش في الكلاسيكو مثلا. يجي عندي واحد غيقول لي والبارسا خسرات، البارسا ضرباتها مدريد ما نعرف 3-0 3-1 4-1. كاين جوج طرقان هنا، يا إما غنتعقد لأن فعلا واحد الإحساس خايب أن الفريق ديالك المفضل خسر وخاسر من الغريم ديالك، فهنا تقدر تقلق وتمشي مع السلبية وتكعى تنتا وتغضب وتبقى تقول واه خسروا الفرقة والفرقة تخسرات، جروا على هذا وما كانوش يديروا مع هذه، وتنرفز ونهار كله غيدوز خايب، النهار كامل غيدوز خايب. وكاين طريق الآخر اللي خاصك باش تمشي فيه، خاصك تبدا بحاجة إيجابية، وهي كلمة واحدة. أنا تنقول مربوحة. أي حاجة تقالت لي إيجابية ولا سلبية أول رياكسيون هي مربوحة. ما عجباتكش مربوحة نقول مزيان، ما عجباتك مزيان نقول مزيانة للكوكب، ما عجباتكش مزيانة للكوكب قول فيها خير. يعني داك الرياكسيون الأولى ديالك خاصها تكون إيجابية، لأن غتسد الباب على السلبية، غتسدو، ما غتمشيش في داك النفق ديال السلبية وتبقى حاصل، غتسد عليه الباب. ما تيعنيش أنك من غادي تقول مربوحة يجي واحد مثلا يقول لك ما نجحتيش في امتحان، ولا راه ديك السلعه ديالك ما تباعتش، ولا شي حاجه سلبيه بحال هكا وتقول ليه انت مربوحه وتمشي بحال اللي ما طرا والو. لا، ماشي هذا هو الهدف. الهدف ماشي هو انك تكذب على راسك وتقول واحد حاجه ايجابيه وصافي وتمشي. لا، تتبدا بالايجابي باش من بعد تقدر تصلح داك او تقدر تتعامل مع السلبي بطريقه ايجابيه. هذا هو الهدف، ماشي انك صافي تقول مربوحه وتمشي. نو، تقول مربوحه ولكن غتشوف ديك الساعه الامور من بعد بطريقه ايجابيه، ما غتشوفهاش بطريقه سلبيه. اما الا مشيتي في السلبي صافي بحال اللي عينيك تيعمى وتتبقى غادي. وهنا غنهضر على واحد النقطه مهمه بزاف، الاختيار ديال الاصدقاء ولا الاختيار ديال الناس اللي كاينين في حياتك. بعد من الناس اللي اي حاجه تيديروها في سياق سلبي. اكيد تتعرف ناس اصدقاء ولا من العائله ولا هذه اللي كما بغات تكون الحاجه غيردها سلبيه، غيدخلها في سياق سلبي، ما عمرو تيجيب شي حاجه ايجابيه، تيجيب غير السلبي. يعني كاين الشميشه مريحين بخير الجو زوين، هو هادي خاصو يجي ويقول شي حاجه سلبيه، وتفو هاد كتر البشر هنايا، وتفو هاد الديور هادي غطاو لينا وتفو شوف الطرقان كي دايرين، وتفو وشوف غلاو علينا هادي، وتفو وشوف هذاك يعني خصو يجيب شي حاجه سلبيه دائما تيحطها في سياق سلبي، وخا تكون هي ايجابيه تيحطها في سياق سلبي. يعني غتجي تقول لي مثلا كاس العالم قريب يبدا وانت فرحان، يعني زوين كاس العالم قريب يبدا وغادي نتفرجوا في ماتشات زوينين، هو غيجي غيدخلها في سياق سلبي، يقول لك وادي هذيك ما بقات كره، بقات كره هاد الفلوس هادي راه كلشي مخلص وداك الشيء ومؤامرات وهادي ما كره ما والو. يعني غيدخلها لك في سياق سلبي، ماشي غيمشي معك في سياق ايجابي ولا هو بنفسه يحل شي سياق ايجابي. هاد الناس هادو غيخرجوا لك على حياتك، لان كل نهار غتعيش السلبيه معهم، ما غتشوفش الايجابيه، وهذيك السلبيه غتبدا تحفر فيك، غتبدا دير لك القلق، دير لك الاكتئاب، ما غتعاونكش انك ترانسفورمي ديك السلبيه الايجابيه، ما تعاونكش، لانهم تيعمروك بزاف ديال السلبيات، تبقى النهار كامل وانت تولي ترانسفورماتور ديال السلبيه الايجابيه ما محتاجاش. هاد الناس هادو صافي خاصك تكلاسيهم، تحيدهم من حياتك، تحيدهم تماما من حياتك، تفادى انك تكون معهم. يعني انا عارف ان كاينين بعض المرات ناس العائله يقدر يكون الوالده خوتك هذه اللي ما يمكنش تحيدهم من حياتك، ولكن تفادى انك تدوز معهم وقت طويل، لان هاد الناس هادو يبداو يلوحوا لك دائما السلبيه. وهذه عاوتاني طريقه اللي تقدر تعامل بها مع الناس عموما اللي تتلاقاهم اول مره. يعني انت تلاقيتي واحد الانسان اول مره، انتبه، دير اتونسيون، واش الخطاب ديالو العام واش ايجابي ولا سلبي؟ واش واحد الانسان غير تيشكي وغير ينتقد، ولا واحد الانسان اللي ضحوكي وتيشوف كل شيء بطريقه ايجابيه؟ واش واحد الانسان اللي تيقول مربوحه، اللي واخا تجيب ليه خبر خايب ولا شي مصيبه وقعت اول حاجه تيقول لك مربوحه مزيانه فيها خير؟ هادو هما اللي خاصك
تعمر بهم حياتك. هما الناس اللي تيقول لك فيها خير، ماشي الناس اللي تيجيبوا السلبيه ولا الى الذكرات السلبيه تي امبليفيوها، تيزيدوا يضاعفوها، تيمشيو فيها وتيبقى ساعه ساعتين وهو هو منرفز وتيغوت ومحيح وكاعي ومفقوس. هاد الناس هادو خاصك تحيدهم من حياتك. ماركوس أوريليوس بالرغم من كل المصايب اللي وقعت ليه بقى واحد الانسان متزن، تيحط الامور في السياق ديالها، واي حاجه وقعت مهما كانت السلبيه ديالها عندها دائما واحد التاويل ايجابي. الخواطر ديال اليوم مبازيه على مقاله كتبها واحد من اشهر السياسيين والفلاسفه الرواقيين اللي دازوا في التاريخ. تنهضروا على سينيكا، هاد خونا اللي عاش في القرن الاول الميلادي، وكان المعلم الاستاذ ديال الامبراطور الروماني نيرو. خلى لنا واحد الثروه ديال الحكم اللي صالحه لكل زمان ومكان. سينيكا كتب هاد المقاله اللي سماها عن قصار الحياة، القصورية ديال الحياة. تيقول فيها سينيكا أن الوقت اللي تنعيشوه ماشي قصير، حنا اللي تنضيعوه. الحياة بحال واحد الثروة من تتحطها في يد واحد مكلخ تيخسرها بالزربة. الحياة كافية باش نحققوا فيها اللي بغينا إلا استثمرنا وقتنا مزيان. من بعد تيشرح لنا سينيكا كيفاش خاصنا نستغلوا حياتنا أحسن استغلال. وهنا تيهضر على الغباء ديال بزاف ديال الناس اللي تيضيعوا حياتهم في التنظير لحياتهم، يعني تيضيعوا حياتهم في البلانات والتوقعات في عوض ما يعيشوها. تيعيش حياته كامله، تيماناجي حياته، تيخطط لحياته، ما تيعيش الحياه، تيخطط لها. سينيكا تيقول ان اكبر عائق في الطريق انك تعيش حياتك هو كثرة هاد التوقعات والبلانات. علاش؟ لان تتخلينا تنتسناو المستقبل وتنضيعوا اللحظه اللي بين يدينا. سينيكا تيقول لك ما تركزش على شنو غيوقع في المستقبل، عيش دابا. هاد اللحظه اللي انت دابا عايش فيها هي اللي مضمونه، خاصك تعيشها ما تضيعهاش. في المقابل الا بقيتي تتسنى شنو غيوقع في المستقبل وبديتي بقيتي تتنظر للمستقبل، يقدر داك الشيء كامل ما يوقعش، لان المستقبل ما مضمونش. فبقيت تنتامل في هاد المقاله ديال سينيكا ولقيت بأن بزاف ديال الناس ربما باغين أنهم يعيشوا حياتهم، باغين أنهم ما يبقوش يمانجيو حياتهم، باغين فعلا يعيشوا حياتهم، ولكن في حياتهم اليومية عندهم تردد، تيترددوا بزاف. ففكرتني بداك الفكرة اللي كنت هضرت عليها شحال من مرة ديال حيد السروال. الناس اللي ما عارفين شنو هي حيد السروال، حيد السروال هو ما تبقاش تخمم وتفكر بزاف قبل ما دير واحد الحاجه خاصك ديرها، لان الوقت اللي تتبدا تفكر فيه هنا تتحل على راسك واحد الباب ديال انك ربما ما غديرش ديك الحاجه، لانك تتولي في واحد الحاله ديال التفاوض، ديال النيغوسياسيون مع راسك. ومع من تتنيغوسي مع واحد الصوت اللي عايش وسطك، اللي ضعيف بزاف، ما عندوش اراده، ما عندوش قوه، ما عنده والو، وانت تتفاوض معاه واش دير هاد الحاجه ولا ما ديرهاش. نعطي واحد المثال غادي يوضح مزيان. تخيل انك دير واحد القرار كبير في حياتك مهم، مثلا خرجت لك الجرين كارد ديال الامريكان وتتوجد دابا باش تمشي، وجا عندك واحد خونا قال لك شوف، قبل ما تاخذ هذا القرار ديال انك تمشي لامريكا خاصك تشاور مع عبد الله ولد نعيمه الحمقى. تبقى تشوف فيها تقول لي كيفاش نتفاوض انا مع عبد الله ولد نعيمه، وهذا عبد الله عمره 7 سنين، يعني هذه ما تدخلش لك لبالك، غتقول لي سير بعد مني وغدير القرار ديالك، لان عبد الله ولد نعيمه الحمقى ما يستاهلش انك تتفاوض معه. فهذا عبد الله ولد نعيمه الحمقى هو داك الصوت اللي عندك انت في عقلك اللي تتفاوض معه، يعني انت كاع ما حاسس بها، ولكن هذاك هو عبد الله انت تتفاوض معه دائما. غتلاحظها في حياتك اليوميه، تردد، شحال من حاجه باغي ديرها وتتردد. هذا التردد مناش تيجي من الخوف، تيجي من عدم الثقه في النفس. لكن هنا خصنا نلقاو حل لهذا التردد هذا. حيد السروال كانت واحد الفكره ديال انك في عوض ما تبقى تفكر بزاف وتدخل في مفاوضات مع داك عبد الله ولد نعيمه الحمقى اللي في راسك، تدير الحاجه، يعني تتحيد السروال. مثلا انت باغي تخرج تريني، باغي تخرج تجري، ما تبقاش تفكر بزاف، حيد السروال، لبس الشورت، حل الباب، خرج. ربما باش الفكره توصل بطريقه اقرب نقدروا نقولوا ان في عوض ما نقولوا حيد السروال نقولوا طفي عقلك. كيفاش تطفي عقلك؟ طفيه، ما تبقاش تفكر،
دير الحاجه وصافي. في حياتك اليوميه شحال من مره تتبغي دير واحد الحاجه وفي الاخر ما تديرهاش؟ انا متاكد ان عشرات المرات تتوقع لك انك تتبغي دير واحد الحاجه وما تديرهاش. غادي في الزنقه ولا مريح في شي بلاصه، شفتي واحد اختنا عجباتك، حبيتيها من اول نظره، جاتك اكيد الفكره ديال انك تهضر معها او انك تضحك، على الاقل تبتسم لها على الاقل في ديك الوقت، في ديك اللحظه. في عوض ما دير داك الشيء اللي خاصو يدار، بديتي تتسمع لعبد الله ولد النعيمه الحمراء، بديتي تتفاوض معاه وهو مع برهوش امه حمقى. بدا تيجيب لك شي سيناريوهات اللي خطيره ما تشوفش فيها، الا شفتي فيها غتقمعك، غدير الضحك في راسك، دير راسك ما مهتمش، هي غتهتم بك، عندك يشوفوك، لا راه واقيلا، وتيبدا يجيب لك السيناريوهات وفي الاخر ما تديرهاش. تتكون مريح في الخدمه وانت تدمر، انت بحال حمار الطاحونه ما تتحبسش من الخدمه، ولكن الخلصه ديالك قليله، ومن 1984 ما زادوكش في الخلصه وانت مريح تدمر، وتيدوز حداك المدير ديال الشركه، واول فكره تجيك هي انك تهضر معاه، تقول لي سعاده المدير واش ممكن، واش عندك وقيت هذه، وتسولو وتطلب منه الزياده لانك تستاهلها. يلاه تتبغي دير هذه القضيه هذه، تتحل الباب عاوتاني للمفاوضات مع عبد الله ولد النعيمه الحمقى، وتيبدا يجبد لك عاوتاني ديك السيناريوهات، تيبدا يخلعك، المدير غيدور فيك، الخدامه غيضحكوا عليك، دير خدمتك، او دير تشعبق غطيح، او دير ربما المدير مزروب ما عندوش الوقت، وتسنى حتى العام الجاي وغادي وراه قالوا غيبدلوا المدير وما تدير. شحال ديال الفرص تضيعهم، شحال ديال الامور اللي كان ممكن انها تغير حياتك بطريقه جذريه وايجابيه ما تديرهاش، والسبب هو التردد. فكما تيقول سينيكا ان الحياه راه ماشي قصيره، راه حنا اللي تنقصروها، راه حنا اللي ما تنستغلوهاش احسن استغلال. ففعلا تضيع الفرص والخوف من والو، وقبل كل شيء المفاوضات اللي تنديروها مع عبد الله ولد النعيمه الحمقى هي اللي تتخرج علينا. فمن دابا شنو خاص يكون البلان؟ البلان هو ما تخلي حتى شي فرصه لعبد الله ولد النعيمه الحمقى. كيفاش ما تخلي ليه حتى فرصه؟ ما تعطلش قبل ما دير واحد الحاجه فكرتي فيها، ما تعطلش، جابتها المناسبه غطير عليها، غطفي عقلك وغديرها. نرجعوا للمثال، شفتي بنت عجباتك غتبسم ديريكت، طفي عقلك وتبسم. شفتي فرصه انك ممكن تهضر معها، طفي عقلك وهضر معها. شفتي المدير دايز، اول حاجه غتهضر معاه، ما تيهمش كيما خرجت ديك الهضره، سعاده المدير السلام عليكم، بونجور، اللي كان كيما خرجت الهضره خرجها بحال هكا بحال الحمق، غير دايز السلام عليكم سعاده المدير ديريكت. ما تخلي حتى شي ثانيه باش ما تبداش المفاوضات مع ولد نعيمه الحمقى. ديريكت دير هذا بلان. خرجتي اليوم في الزنقه، اي حاجه جاتك في بالك ديرها. تنهضرش على ان تمشي تغتصب شي وحده ولا هادي، تنهضر على امور اللي ما فيها والو، اللي تيمنعك منها دائما غير هذا الخوف والتردد وهادي، وانني غنتقمع ولا انني غنتشوه ولا غيشوفوا فيا ولا غيضحكوا عليا ولا هادي. ديرهم كاملين. غتجي عندي غتقول لي اودي ولكن راه غادي غنتقمع. نقول لك مزيان، بغيتك تقمع، بغيتك انك تقمع 18 مره من 20، وهذا هو العادي هو ان فعلا تقدر تقمع 18 مره من 20. ما تيهمناش، اللي تيهمنا هو هذوك 2 مرات اللي ما تقمعتيش فيهم فقط. 2 مرات ما تقمعتيش فيهم غيغيروا لك حياتك، وغتولي ديك المساله ديال غنتقمع ولا هادي ولا الشوهه غتولي غير تخربيقه، يعني بحال واحد البعبع كبير اللي ما بقاش تيخلع. يعني شي حاجه تتخلعك في الوهم ديالك، تتخلعك ما تبقاش تخلع، وغيولي عندك واحد الاحساس بالرضا، واحد الاحساس بواحد السعاده كبيره ديال انك ما بقيتيش تتفاوض مع عبد الله ولد النعيمه الحمقى. الا حيدتي عبد الله ولد النعيمه الحمقى من حياتك غتولي سيد الموقف، غتولي بوحدك تتقرر وتدير، غتولي تحس براسك شجاع، غتولي تحس براسك زوين بخير. عرفتي كل مره زعمتي وقلتي ودرتي غتزاد لك طلعه. جربها كل نهار، كن تلقائي، كن انسان تلقائي، تجي الحاجه تديرها. اكيد تتعرف الناس اللي تلقائيين وديما ربما تتحسدهم، تتقول كيفاش هاد الناس هادو ديما ناشطين كيما هادي اللي كانت تيقولوا تيضحكوا تيديروا وانا ما نقدرش. راه ممكن انت ممكن تقدر. هما ما تيتفاوضوش مع عبد الله ولد النعيمه الحمقى، ولا ربما عبد الله ديالهم ناعس ولا ميت، وانت مازال تيلعب عليك العشره، مازال لاصق فيك، مازال ديما تيتفاوض، مازال عنده واحد البيرو كبير تما والكراسه
وما شاء الله ديما اي قرار بغيتي دير خاصك تدخل عنده للبيرو وتناقش معاه، هو غير برهوش وضعيف، جوج تصرفيقات تنعسوا، ولكن انت عاطيه واحد القيمه كبيره. علاش العلاقات تيفشلوا؟ وهنا الفشل ما تنقصدش به بالضروره غير الفراق. بزاف ديال العلاقات فاشلين بلا ما يكون فراق. ديما كنت نسول راسي هذا السؤال. طبعا كاينين التجارب الشخصيه ديالنا، كاين تجارب ديال الناس اخرين اللي ممكن يعطيونا فكره على الاسباب. تظن انني نقدر اليوم نقول بثقه كبيره ان السبب الرئيسي هو الحميميه، اللي هي بالانجليزيه الانتيمسي ولا لانتيميتي بالفرنسيه. هاد الحميميه هذه هي لا باز ديال العلاقه الناجحه. الا كانت غتنجح العلاقه، الا ما كانتش غتفشل العلاقه. عارف ان الموضوع ماشي بهذه السهوله، حيت الحميميه براسها معقده في التعريف ديالها. الا سولتي راسك دابا شنو هي الحميميه، غتلقى صعوبه باش تجاوب. من الاجوبه اللي ممكن تعطي تقدر تقول الحميميه هي الحب. غيجاوبك فريدريش نيتشه وغيقول لك الزواج ما تيفشلش بسبب انعدام الحب، ولكن بسبب انعدام الصداقه. هاد الجمله العميقه ديال سي نيتشه تتوجهنا للطريق الصحيح باش نفهمه. بالنسبه لنيتشه الحميميه الحقيقيه تجي من صداقه حقيقيه، والصداقه الحقيقيه هي اللي مبنيه على الثقه. بلا ثقه ما كاينش صداقه، وبلا صداقه ما كاينش حميميه، وبلا حميميه ما كاينش علاقه. واش نقدروا نقولوا دابا ان الثقه هي اللي تتوصلنا للحميميه؟ الفيلسوف الدنماركي كيركغارد تيقول لنا لا، الثقه بوحدها ما كافياش. مع الثقه خاصنا واحد الحاجه سميتها الفولنيرابيليتي، بالعربيه تنسميوها عدم الحصانه. بالنسبه لكيركغارد الى حيد الواحد الحصانه اللي داير على العيوب ديالو، غادي يحل الباب للشريك ديالو انه حتى هو يفتح الباب. وهذا هو اللي غادي يخلق جو ديال المشاعر الحقيقيه المتبادله اللي بدورها غتوصلنا لحميميه حقيقيه. الاعتراض اللي يقدر يجي في بالك هو واخا السي الفاهم الفولنيرابيليتي راه فيها خطر كبير، وانا متفق معك. حتى واحد فينا ما يبغي يتستغل الضعف ديالو ضده. هنا تيجي جون بول سارتر وتيقول لنا لا، ما خصناش نفكروا بحال هكا، خصنا نعيشوا حياة حقيقية اوتونتيك. بالنسبة ليه خصنا نكونوا ديما خدامين بالصراحة وبالشفافية، ونبينوا كاع الضعف والعيوب ديالنا في العلاقة، ونقبلوا بالعيوب وبالضعف ديال الآخر. بالنسبة لسارتر هذا هو الطريق الصحيح الوحيد اللي كاين. هذا الرأي ديال سارتر ما نقدرش نتفق معاه كليا. علاش؟ هو عنده الحق طبعا، إلا عرفنا أن بلا هذه الطريقة ما غنوصلوش للحميمية، وإلا ما وصلناش ليها راه تنحكموا على العلاقة بالفشل. ولكن في رأيي ما يمكنش نديروا هذا الشيء مع شخص اللي مازال ما عارفينش شنو فكرشو. الناس ولاو خاصة في العصر ديالنا ولاو خفاف، ولاو بارعين في التمثيل والكذوب، وبزاف عندهم اختلالات وأمراض نفسية. هاد الخطوة ديال الفولنيرابيليتي خاصها تجي معطلة من بعد ما نكونوا خدمنا الرادار مزيان وتأكدنا أن النية ديال الآخر مزيانة وما كايناش أجندات سرية. كيفاش غنتأكدوا؟ طبعا
كاين داك الإحساس الداخلي، داك الصويت الداخلي اللي غالبا تيكون عنده الحق. هذاك الصويت اللي تيقول لك راه شي حاجة ماشي هي هذيك، وانت طبعا تتجاهلو ديما حيت عايش في وهم ان لا راه كل شيء هو هذاك. كاين عاوتاني داك الفرق اللي ما بين النظري والتطبيقي، شنو اللي تيتقال وشنو اللي تيدار. الا النظري كاين وما كاين حتى شي تطبيق في الواقع، اذا راه ما كاين والو. بالمثل المغربي الزوين، الهضره ما تشري خضره. وكاين عاوتاني عامل الوقت، كل ما طولات العلاقه خاص يكون واحد التطور فيها اللي غادي في الاتجاه اللي انت باغيه، والا فهذا دليل واضح ان الاخر في كرشو العجينه. سيمون دو بوفوار زوين هذا من في كرشو العجينه لسيمون دو بوفوار. دو بوفوار تعطينا واحد طريقه اعمق وبشكل غير مباشر كيفاش نعرفوا واش نحيدوا الحصانه ونحلوا الباب للآخر ولا لا. تتقول أن القيمة ديال حياة الإنسان تجي من القيمة اللي تيعطي الحياة الآخر. كيفاش نقدروا نفهموا كلامها في السياق ديالنا حنايا؟ إلى الشخص اللي انت معه ما اهتمش بحياتك وعطاها قيمة، يعني أنه ما عنده قيمة وما يستحقش أنك تكون معاه vulnerable. كاين اللي تيتصيد حيت تيصحابوا أن الآخر هو الشخص المناسب، حيت الجنس بيناتهم زوين، حيت كاينين دي كونفرساسيون زوينين، حيت كاين تفاهم، واخا تفاهم مصطلح كلمة شوية فضفاضة، حيت كاين ضحك، حيت كاين نشاط، حيت كاين أنشطة مشتركة. لا، باش تعرف أن الشخص الآخر مهتم بك أنت كإنسان وماشي بشي مصلحة لاقيها فيك، هو من تيكون تيدعمك في جميع الأحوال ديالك. غتلقاه ديما في جنبك، ما عمرو يخوي بك واخا يوقع اللي وقع. غيحسك في كل ثانية واخا تكونوا مخاصمين كاع أنك ماشي بوحدك في هاد الحياة الصعيبة. الحميمية هي اللقاح ضد فشل العلاقات، هي اللي تتخليك تكون انت بلا ماسك، بلا ما تخاف، حيت عارف أن الآخر تيبغيك كيف ما انت داير، بالضعف ديالك، بالعيوب ديالك، بكل شيء ديالك. الحميمية هي اللي تتخليك تدير أي حاجة مع شريك حياتك وانت مرتاح، الحاجة اللي يمكن تديرها غير معه هو في هذا العالم كامل. الحاجات اللي تيحشمونا قدام الناس تيتحولوا لضحك ونشاط مع حب قلبنا. أي واحد عايش في علاقة وتسمع هذه الكلمات، إلا فكر ولقى أن كاين حوايج اللي مخبيهم على العالم كامل ومخبيهم حتى على شريك حياته، هذا يعني أنه مازال ما وصلش الحميمية حقيقية. في الكتاب ديالي العدمية البراغماتية كتبت أننا خاصنا نديروا اتونسيون بزاف مع الحب. الحب هو أصعب حاجة تقدر تطبق معها العدمية البراغماتية، حيت يهرس كل البرمجة اللي مبرمجينها. كلنا غاديين بواحد النظام مفروض علينا، تتجوع تتاكل، تتعطش تتشرب، تتعيا تتنعس. ما عندناش حرية إرادة حقيقية، حياتنا كلها غادا بحال شي مسلسل حامض ما فيه لا تشويق لا إثارة، معروفة النهاية ديالو من الحلقة الأولى. الحب هو الحادثة الوحيدة اللي تتخرجنا من روتين الجينات والمحيط. نهار تتحب تتحس لأول مرة في حياتك أنك عايش، أنه كاينة شي حاجة أخرى من غير ذاك الروتين البيولوجي اللي كنتي غادي فيه. الحب هو التمرد على الطبيعة. داكشي علاش نهار تتحب تتحس بواحد اللذة فريدة من نوعها، مختلفة على باقي الملذات. من تتحب واحد الإنسان الجسد ديالك تيترون،
تتخبل لك السينتا، تتولي غير غادي جاي بحال البوهالي. المسلسل ديال حياتك تيزيان من تيدخل فيه الحب، لكن بحال جميع المسلسلات حتى المسلسل ديالك غيوصل للموسم الرابع أو الخامس وغيطيح التقييم ديالو. الحب تيجبد المحب بحال الضو ديال البوله اللي تيجبد الفراشه. الفراشه تتحس بالدفء، تتحس بالعنايه، ولكن تتبقى تقرب من الضو حتى تيتحرقوا لها الجناوح. كون كنا فراشات كنتي غتشوف العدد الهائل ديال المعوقين اللي ما بقاوش قادرين يطيروا، بل غتشوف واحد المنظر غريب، فراشات اللي عندهم جناح واحد او نص جناح ومازال تيتقاتلوا باش يوصلوا للبوله. هادشي هو اللي كتبت، ولكن بقى دارني راسي علاش ما تعمقتش اكثر في الموضوع، لانه موضوع ماشي سهل. والدليل على انه ماشي سهل، حاول تسول راسك دابا شنو هو الحب، غتلقى صعوبه كبيره. مشيت ضربت طليله على شنو قالوا الفلاسفه على الحب، تصدمت لان حاجه بهذه الاهميه اللي ممكن تغير الانسان 180 درجه، واللي بسببها طاحوا ممالك وتقتلوا الملايين ديال الناس، ما عطاوهاش الفلاسفه القيمه اللي تستحق. فالخواطر ديال اليوم مبنيه على الفتات الفلسفي اللي تقال على الحب. باش نرجعوا للسؤال ديالنا، شنو هو الحب؟ غنتفقوا على ان الحب هو احساس، ميول، رغبه هاربه في انك تكون مع شخص اخر، انه يكون ديالك بوحدك، انه يكون تقارب جسدي معه. ولكن هنا فين كاين المشكل، من تتقول انك عندك ميول، عندك رغبه، باغي تكون مع داك الشخص، واش حيت فعلا تتحبه ولا حيت عاجبك جنسيا، تتشهاه جنسيا؟ المشكل الثاني هو تعريف الحب على انه احساس. واخا اتفقنا انه احساس، هذا المفهوم تا هو فيه مشكل. الا تاملنا شويه غنلقاو انه اكثر من احساس، حيت مثلا الغضب احساس، الحزن احساس، الفرحه احساس، ولكن هادو كاملين ما تيطولوش، ماشي بحال الحب تيطول. الحب عاوتاني يقدر يحتوي ما يمشيش دماغك بعيد، يحتوي هاد الاحاسيس كامله، حيت غتعيشهم كاملين في علاقه ديال الحب غيكون هو الاطار ديالهم، هو الاصل ديالهم. الفيلسوف بيرنسون اعطى واحد التعريف اللي ممكن يعاوننا باش نديروا الفرق. تيقول بيرنسون ان الحب في الاصل ديالو نشاط، ماشي الزهو، نشاط، اكتيفيتي. الحب هو اننا نعطيو بكل فرح الذات ديالنا، الوقت ديالنا، الافراح ديالنا، الهموم ديالنا، النجاح ديالنا، الفشل ديالنا، الحزن والبهجه ديالنا، نعطيوهم باهتمام عميق للاخر. هذا التفسير زوين، ولكن تيركز غير على جانب التضحيه. انت تتعطي نورمال، ما كاينش حب بلا تضحيه، ولكن باش نديروا توازن خصنا نزيدوا حتى الجانب ديال الاخذ. انك تحب واحد الانسان يعني انك مستعد تحيد من عليه جميع همومه، وفي نفس الوقت عندك امل انك تتمتع معاه بكل ملذات الحياه. بالنسبه لبزاف ديال الفلاسفه الحب ماشي شي حاجه ايجابيه. علاش؟ حيت تيطير العقل، حيت ماشي عقلاني. داكشي اللي تديرو بسبب الحب تيكون ضد العقل والمنطق. كاين فلاسفه اللي تيشوفوا الحب مجرد خدعه باش نحققوا التوالد، كاين اللي تيشوفوا رغبه جنسيه محضه. سقراط من الفلاسفه القلال اللي عطاو للحب بعد ايجابي كبير. السعاده عند سقراط هي الحكمه، البحث على السعاده هو البحث على الحكمه. فبما ان الحب هو بحث على السعاده، اذا الحب فيه الحكمه. فمن تنحبوا تنوليو اكثر حكمه، تنكتشفوا الحقائق المخفيه علينا، اللي الحقائق اللي تنفهموا بها الحياه اكثر. هادوك اللي تنحبوهم تفكرونا بالحوايج اللي كاينه فينا ولكن نسيناها. مثلا من تنشوفوا جمال الحبيب ولا الحبيبه تنذكروا فكره الجمال. هذا تقريبا الفهم ديال سقراط للحب. كيف ما عرفنا الحب، كيف ما فهمناه، غيبقى ديما داك الفيل في الغرفه، داك الاليفنت ان ذا روم، داك الموضوع اللي ما تنبغيوش نجبدوه ولكن هو الاهم على الاطلاق. كيفاش غنتعاملوا مع نهايه الحب؟ وهنا النهايه تقدر تكون اي حاجه.
واش ممكن تعويض الحبيب؟ كاين اللي دار هاد المسألة هذه شرط للحب باش نسميوه حب. يعني إلا كان ممكن نعوض الشخص إذن راه ما حب ما التوزع هذا. نهاية الحب هو الجانب المظلم ديال الحب الحقيقي، لكن تنظن أننا ممكن نتعاملوا معاه بأقل الأضرار إلا فهمنا الصورة الكبيرة. علاش تنضمروا من تيفارقنا الحبيب؟ واش حيت بغينا الحب يدوم؟ وغتقول لي وي، غنقول لك راه الحب خصو يدوم على الأقل من جهتك إلا كنتي فعلا تتحب. غتقول لي بغيت العلاقة تستمر، واش ما فكرتيش أن هاد العلاقة اللي مخليك تطير بلا جناح بالفرحة تقدر تكون مسببة تعاسة للآخر وخا كاع يكون تيحبك؟ الأنانية وحب التملك هو اللي تيخلينا نعانيو. هذا ما تيعنيش أننا ما يمكنش نحزنوا نكتئبوا كاع واحد المدة معينة نورمال، لكن الحب خاصو يكون هو الغالب في النهاية. هذاك الشخص اللي كنا مستعدين نحركوا الجبال من أجله راه باقي هو وخا بعيد علينا شوية. الفراق يقدر يكون فراق جسدي، الموت مثلا، أكيد ما غتقدرش تعوض الحبيب، لكن ديك الذكريات ديال الحب الجميلة اللي دوزتي معاه ما يمكن يحيدها لك حتى واحد. لغات الحب الخمسة ديال الكاتب غاري تشابمان. في هذا الكتاب تيهضر غاري تشابمان على لغات الحب الخمسة وكيفاش خاصنا نعرفوا شنو هي اللغة ديال الحب اللي تيهضر بها شريك حياتنا. تخيل أنك جالس دابا تشعر على حبيبتك بكلمات الحب والرومانسية والأحاسيس وجالس تتبدع، وهي جالسة غير تشوف فيك بحال اللي زعما أنت ما تدير والو، لأنها في الحقيقة باغية تعنيقة. أنت ما عارفش أنها هي باغا تعنيقة، ما محتاجاش لذاك الأشعار ديالك، غتحس براسك أنها ما تتبغيكش كيف ما أنت تتبغيها. تخيلي أنك تمحنتي وطلعتي وهبطتي وباش تقادي مفاجأة ما دايراش لحبيبك، نظمتي أنكم تمشيو مثلا لشي حفله واعره ولا شي ماتش ولا شي سبيكتاكل بمناسبه عيد ميلاده، وفي الاخير ما كانتش ردة الفعل ديالو بقيمه الكادو اللي درتي ليه، حيت هو في الحقيقه كان باغي غير يدوز معاك واحد الوقت زوين بوحدكم في الدار. انت ما عارفاش هذا الشيء، غتحسي براسك انه ما قدرش داك المجهود الكبير اللي درتي. هاد الامثله تتبين شنو؟ تتبين انك انت وشريك حياتك ما تتهضروش نفس اللغه ديال الحب. شنو هما اللغات الخمسه ديال الحب؟ اولا الكلام، ماشي السكس، الهضره. هذه مشكل كبير عند اغلب الرجال المغاربه، ما عندناش هاد لغه الحب. ربما حيت ما كبرناش مع والدين تيعبروا على الحب ديالهم بالهضره. الهضره كلغه حب ما تتعنيش غير ديك العباره ديال تنبغيك، تتجيب اشكال كثيره اللي تنشوفوها بزاف في الافلام والمسلسلات، فيها المجاملات، فيها تقول ديما حاجه زوينه في شريك حياتك تحسوا انه سبيسيال. الانسان اللي الهضره هي لغه الحب ديالو تيكون تيستعملها وتيبغي ياخذها، تيبغي يسمع من شريك حياته نفس الشيء، حيت بالنسبه ليه هذاك هو الحب. بالنسبه ليه ما يمكنش تكون تتحب واحد الانسان وما تعبرش على الحب ديالك بالهضره. ثاني لغه ديال الحب هي اللمس. تقيس، ماشي القيسان ديال البساله، تتقيس بحب، مثلا تعناق، اليد في اليد، حطان اليد على الظهر، على الصدر، على المؤخره مره. المهم فهمتي الفكره، يعني القرب الجسدي. ثالث لغه ديال الحب هي الكادوات. بالنسبه لهادوك اللي تيهضروا لغه الكادوات، الحب هو جيب لي كادو نجيب لك كادو، ما كاين كادوات ما كاين حب. يعنيش هذا ان هاد الناس استغلاليين ولا الحب ديالهم مزياف ولا لا، تيقدروا يكونوا من صغرهم وهما عايشين في واحد البيئه اللي تتعطي قيمه معنويه كبيره للكادوات. من صغرهم والديهم تيعطيوهم كادو كتعبير على الحب، فهما هذه هي اللغه اللي تفهموها ديال الحب، هي الكادو، انك تعطي هدايا للحبيب ديالك. رابع لغه ديال الحب هي ما يسمى بالانجليزيه كواليتي تايم، قدروا نترجموها بالعربيه الاوقات متميزه ولا اوقات الجوده، ولا يعني انت وشريك حياتك تدوزوا واحد الوقيت زوين اونسومبل. فبالنسبه للناس اللي هذه هي لغه الحب ديالهم، راه ضروري هاد الاوقات المتميزه والا راه ما كاين حب تما. خامس لغه ديال الحب هي لي جيست
لي زاكسيون، يعني تدير واحد الحوايج في خدمة الحبيب. نقدر نقول أن 99% ديال الرجال المغاربة وأغلبية كبيرة ديال الرجال عموما في العالم كامل هذه هي لغة الحب ديالو. غتلقاه ديما تيدير شي لعيبة من أجل الحبيبة. يقدر ما عمرو يقول تنبغيك، ما عمرو يدير دوك اللمسات الرومانسية، يقدر جامي يفكر في يجيب كادو ولا يفكر في شي كواليتي تايم ولا هادشي كامل. ولكن غتلقاه تيدير بزاف ديال لي جاست اللي تيعبر بهم على الحب ديالو. علاش مهم نعرفوا لغة الحب اللي تيهضر بها شريك حياتنا؟ مهم باش نقدروا نتواصلوا معاه بلغة تيفهمها. تخيل واحد الانسان تيفهم غير المغربية وانت تجي تهضر معاه بالروسيه، راه ما غيفهمكش. فلغه الحب حتى هي بحال هكاك، راه اللغات الخمسه ديال الحب هي لغات مختلفه. شريك حياتك، حبيبك، حبيبتك يقدر يكون تيهضر وحده من هذه اللغات هذه، فخاصك تعرف اين لغه يهضر بها باش تقدر تواصل معه. الا عرفتي لغه الحب ديال شريك حياتك فتقدر تحيد اغلب المشاكل اللي تيوقعوا بين لي كوبل. خلال هذا السفر اللي داير دابا طحت في بزاف ديال المواقف اللي تحط فيهم الديسيبلين ديالي في المحك. كاين مواقف اللي قدرت ننجح فيها ووحدين اخرين اللي فشلت. ومازلت نتساءل علاش عند الانسان هذا المشكل ديال الكنترول، انه يكونترولي راسو، انك دير الحاجه الصحيحه. اكيد كاين مشكل ديال العاطفه ديما تتخلينا نطبزوا لها العين. إلا فكرتي في أي مرة درتي شي خطأ كبير وما أكثر الأخطاء اللي درنا، غتلقى أن العاطفة ديالك خرجت عليك، أنك خدمتي العاطفة على العقل. لكن واش هذا هو المشكل الوحيد؟ وكيفاش نديروا باش نكونوا ناس ديسيبليني، ناس منتظمين؟ كيفاش نكونوا بحال مثلا الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت اللي كان مقاد حياته بحال الموريات ديال الساعة، واقيلا حيت ألماني ولا شي حاجة ما عرفتش. الديسيبلين بالنسبة لي هو أهم خاصية خاص تكون عند الإنسان. بلا ديسيبلين ما كاينش حرية. الإنسان الحر هو الإنسان ديسيبليني. الديسيبلين خاصه يكون هو المعيار في التعامل مع الناس، هو المعيار في اختيار شريك الحياة، ماشي غير فاش خدام شحال تيتخلص. علاش؟ لأن نهار تترتبط مع شخص ما عندوش الديسيبلين راك تترتبط مع عبد، اسكلاف، ماشي مع انسان حر. وهاد القضيه غتولد مشاكل مع الوقت، والمشاكل غيكبروا وغيبقاو غاديين وتيتزادوا وتيكبروا وتيضاعفوا بسبب قله الديسيبلين او عدم الديسيبلين. ارسطو تيقول ان اللي تيقدر يتغلب على الشهوات ديالو افضل من القائد اللي تيتغلب على الاعداء ديالو في الحرب. يعني الحرب ضد الشهوات أهم والنجاح فيها أكبر من النجاح في الحرب العسكرية. الفلاسفة عطاونا مجموعة ديال الاقتراحات كيفاش يقدر الإنسان يربي راسو على الديسيبلين، لكن صراحة داك الشيء شوية جاني بحال الهضرة ديال شي كوتش. وي هضرة زوينة، ولكن واش عملية؟ يعني راه سهل انك تقول للانسان خاصك تكون هكا ديسيبليني، وفي الليل خاصك تمشي وتبقى تشوف شنو درتي النهار وتبقى دير واحد تقيد في ورقه. والمشكل احيانا تنتساءل عاوتاني واش حتى ديك الهضره صحيحه؟ لان من تنهضروا مثلا على الديسيبلين على انه غير شي حاجه خاصك توصل ليها وتولفها وغتولي سهله. انا تنظن ان هذه القضيه ماشي حقيقيه، ماشي صحيحه. الديسيبلين صعيب، الاستمرار فيه صعيب. من تتخدم الديسيبلين في شي مساله راك ماشي متمتع، راك تتخدمو حيت انت عارف انك تدير الشيء الصحيح. نرجعوا للسؤال ديالنا، علاش اغلب الناس تلقاو صعوبه في الديسيبلين؟ تنظن ان كاين فينا كلنا في دماغنا جوج ديال الشخصيات، كاين واحد ولد الناس وكاين واحد الشمكار. هاد الجوج اللي فينا ولد الناس والشمكار تيهضروا ديما مع بعضياتهم. الحوار ديالهم هو داك الصوت اللي تتسمع باستمرار في عقلك. الحواس ديالك تيوصلوا لهم الصوره والمعلومات، وهما تيبداو حلل وناقش وهادي وتيبداو يتحاربوا. ولد الناس هو العقلاني الشجاع اللي تيقلب على مصلحتك، هو اللي تيقول لك نوض تريني، هو اللي تيقول لك ما تاكلش الملفاي، ما تشربش المناضه، دير الواجبات ديالك، خدم على قرايتك، خدم على المستقبل ديالك. بالمقابل
داك الشمكار عاطفي، مدمن على الراحه، فنيان، كسول، باغي غير القصاير، باغي الشهوه ديال دابا، ما تيفكر لا في عواقب لا في مستقبل لا والو. هو اللي تيقول لك العكس ديال مصلحتك، هو اللي تيقول لك اللي زربوا ماتوا، هو اللي تيقول لك خلي العام الجاي وبدا التريني، عيش الحياه تاع عشيري، تبرع ليا مع راسك، الا مكتبه لك شي حاجه راه غتوصلك، راك مازال صغير، وانت غيكمي مع راسك. جدك في عمره 104 حياته كامله تيكمي 2 باكيات في النهار ومازال صحيح تبارك الله. هاد الصراع بين ولد الناس والشمكار اللي عايشين في عقلك، انت اللي تتميل الكفه ديالو، غير تتميلها، ما عمرك غتقضي نهائيا على الشمكار. نسى ولد الناس في طبيعته داير بحال المراه، والشمكار داير بحال الراجل. غنشرح باش ما يتقلقوش احبتي الرجال. اغلب الناس للاسف تيميلوا الكفه في هذا الصراع الدائم للشمكار. باينه، قليل الناس اللي تلقاهم مقادين حياتهم، وتا الا قادوها في جهه تيخربقوها في جهه اخرى. ممكن تلقى انسان ناجح في الخدمه ولكن النعاس زيرو، الرياضه زيرو، الصحه زيرو. المشكل هو ان كلنا مره نادرا تنميل الكفه شويه لولد الناس، ولكن تقريبا دائما تنخويو به وتنرجعوا عند حبيبنا الشمكار. مثال، كلكم تتعرفوا ناس اللي تيكميو، غنبقى نجبد غير موضوع الكارولي، تيكميو وداروا محاولات كثيره انهم يقطعوا وما قطعوش، مره تيحبسوا نهار، مره سيمانه، مره شهر، وفي الاخر تيرجعوا للكارو. ايوا راه كل مره خويتي بولد الناس بعد ما التزمتي معاه تيزيد يفقد الثقه فيك، تيفقد الامان بحال المراه. وكل ما بقيتي ملتزم كل ما تيدير معاك الرب ديال المزيان، تيولي حربي مقاتل معاك ضد الشمكار. هادشي علاش مثلا الناس المدمنين او الناس اللي استسلموا تيلقاو صعوبه كبيره انهم يخرجوا من السناسل ديال الشمكار، انهم يتحرروا. علاش؟ حيت ولد الناس ديالهم فقد الامل، فقد الثقه، ما بقاش تيثيق في دوك الالتزامات المؤقته اللي تيديروا معاه. بحال المراه اللي خويتي بها، ماشي ساهل باش ترجع الثقه مع ولد الناس، خاص بشويه تصبر على الالتزام الحقيقي لمده طويله باش تكسب الثقه الضائعه. علاش الشمكار بحال الراجل؟ حيت ما عنده حتى مشكل مع الثقه ولا اي حاجه، غير تتبين ليه الشهوه ديالو تيقول لك انت حبيبي، يتقاتل معاك باش يرجعك عشيرو وترجع للسيستم القديم. الشمكار غفل عينك طارت. خاص ديما تكون واعي بالخطر ديالو، تكون واعي بان ولد الناس دغيا تيضروا الخاطر، رجوله ويتحارب معاك ويدير معاك الرب ديال المزيان، ولكن مرهف الاحساس، دغيا تيتقلق، دغيا تيفقد الثقه. فالمره الجايه من تكون تتسمع شي حوار في عقلك بين ولد الناس والشمكار، اجي ديما من جهه ولد الناس، والا حياتك غتبقى غاده من سيء الاسوأ، والمحاولات باش ترجع للطريق الصحيح غتبقى غاده وتتصعب. في 2003 دارت جامعة ستانفورد الأمريكية واحد التجربة فريدة من نوعها. شدوا جروب ديال تلاميذ صغار وحطوا لهم في القسم مجموعة ديال الأنشطة اللي يقدروا يديروها في وقت الاستراحة ديالهم. من بين هاد الأنشطة كانت واحد اللوحة ديال الرسم يرسموا فيها، وبقاو تيراقبوا فيهم من البعيد. دوك الأطفال اللي عزيز عليهم الرسم دوزوا وقت كبير مع اللوحة ديال الرسم، لحد هنا كل شيء عادي. من بعد خداو هاد الأطفال اللي عزيز عليهم الرسم وقسموهم على 2 ديال المجموعات. المجموعة الأولى قالوا لهم غترسموا لينا وغنعطيوكم هاد الجوائز، وراوهم الجوائز اللي غياخدوا. الأطفال عجبهم الحال، وافقوا أنهم يرسموا باش ياخدوا الجائزة. المجموعة الثانية ما وعدوهم، ما عطاوهم ما حتى حاجة، خلاوهم تيرسموا. من بعد 2 ديال السيمانات عاودوا حطوا في القسم ديك اللوحة ديال الرسم وبداو تيراقبوا شنو غيتغير. النتيجة هي أن الاهتمام بالرسم عند الأطفال اللي خداو جوائز نقص ب50%. هذه النتيجة تقدر تكون متوقعة ولكن تتبقى صادمة. عندك أطفال اللي عزيز عليهم الرسم تيديروه نورمالمون وهما متمتعين به، فسدات هذه المتعة هذه بسبب الجائزة. هذه التجربة ممكن نعممها على جميع الأعمار وفي جميع المجالات. أفضل مثال هو مجال الخدمة. شحال من واحد كان عزيز عليه مثلا البرمجة،
عزيز عليه يخربق في الكمبيوتر، يكتب الكود، يقاد اللعيبات. نهار خدم في المجال ديال البرمجه ولا مبرمج، ولات هذيك هي خدمته اللي تيخلص بها الكرا والماكله، نقص الاهتمام، ما بقاش تيلقى نفس الراحه نفس السعاده اللي كانت عنده قبل ما تحول ديك الباسيون ديالو الخدمه. فين كاين اذن المشكل؟ المشكل هو ان الجائزه خاصها تكون هي لاكتيفيتي، هي النشاط اللي تدير، ماشي شي حاجه اللي غتاخدها من بعد ديك لاكتيفيتي. ما تكونش لاكتيفيتي مجرد طريق او اداه باش توصل لواحد الجائزه تجي من بعد. هذا هو السبب علاش اغلب الناس تيعانيوا وما تيقدروش يستمروا وما تيقدروش يحققوا الاهداف ديالهم. الانسان اللي تيبغي الطريق، تيحب الطريق، ديما غيكون احسن حالا واكثر نجاحا من داك اللي تيحب الهدف، داك اللي ما حاملش الطريق ولكن باغي الهدف. الا استوعبنا هذه الحقيقه غادي نفهموا علاش كاينين ناس قلال نقدروا نقولوا عليهم انهم استثنائيين، وعلاش البقيه ديال الناس بحالي انا وانتي وانت اللي ما عمرنا غنوصلوا للمستوى ديالهم. هاد الناس هادو سبيسيال علاش؟ لانهم تياخدوا دائما الجائزه من داك النشاط الصعيب اللي تيديروا، ماشي من شي حاجه غتجي من بعد داك النشاط. تقدر تفكر دابا وتقول لي انا تندير شي حاجه حيت عجباني ما كاين حتى شي جائزه. غادي نقول لك عاود فكر مزيان، حيت الجائزه ماشي ديما تتكون واضحه. نعطيك مثال بيا انا بسلامتي. واحد الوقت كنت تنجري بزاف المسافات الطويله، ماراطون، الترا ماراطون، وكنت ندير تحديات. مع مثلا نقدر ندير 2 سباقات متابعين، او ندير كل حد ماراطون المده مثلا ديال 3 الاسابيع ولا 4 الاسابيع. درت ماراطون ديال الليل، ماراطون في البرد، ماراطون في الجبل، بحال هادشي. وكان فعلا تيعجبني ندير هكا، تنحس براسي مزيان. السؤال هو واش فعلا ما كانت حتى شي جائزه في بالي؟ الا فكرت بالزربه غنقول لك وي، ما كانت شي جائزه، كان داكشي فقط اثبات لراسي انني نقدر نحقق انجازات اللي كنت غير تنحلم بها. كنت ندير داكشي، يعجبني داك، نزيد الكارديو، نزيد القوه ديال التحمل، نعاون صحتي عموما. لكن هادو جوائز زوينه ما غتخلينيش نكره الماراطون ولا انني ما نزيدش ندير سباقات. هاد الشيء دابا الا جاوبت بالزربه على سؤال الجائزه. لكن الا سولت راسي السؤال التالي، الا كنت وسط سباق ديال الماراطون ووصلت لنصف المسافه، يعني ديك 21 كيلومتر، شويه كل شي الناس اللي في العالم ماتوا، ما بقى حتى شي واحد، وليت انا الوحيد اللي كاين في الدنيا، واش غنكمل ولا غنحبس؟ الا كنت صريح الجواب واضح، غنحبس. علاش؟ حيت الجائزه الاكبر في هذه البيعه وشريه ديال الماراطونات والجري وهذا الشيء كامل اللي كنت ندير، هي ديك الجائزه اللي تناخذ من عند الناس، داك الانبهار ديالهم بالانجازات ديالي، ديك النظرات ديال الاعجاب من تتوصل لخط النهايه. واش فعلا كنت تنجري الماراطونات غير على ود الناس؟ لا، ولكن جزء كبير منه نعم. كاين ناس قلال بزاف في العالم اللي الا تحطوا في هذا الموقف غيكملوا السباق، لان الجائزه تياخذوها من السباق نفسه. وسط السباق الجائزه ما عندهاش علاقه بشنو غيوقع من بعد ولا من عند من غتجي. هادشي علاش هاد الناس هادو سبيسيال. سول راسك نفس السؤال اللي سولت انا وكون صريح مع نفسك، واش الا ماتوا الناس كاملين غتستمر ولا غتحبس في النشاط اللي تدير؟ الا كان جوابك بحال جوابي ما تفقدش الامل، ممكن تدرب راسك باش تولي تاخذ الجائزه من لاكتيفيتي اللي تدير. كيفاش؟ غتجيك غريبه، ولكن فعلا خاصك تولي توهم راسك، توهم راسك انك متمتع في داكشي اللي تدير. مع الوقت الدماغ ديالك غادي يتادابطا وغتولي هاد المتعه اللي وهمتي بها راسك غتولي حقيقه في عقلك. واش هادشي مبني على الصح ولا غير تخربيق؟ نعم، مبني على الصح وبالتجربه. الا كنتي مثلا من الناس اللي تيمشيو يهزوا الحديد في لاصال، غتكون عارف ان هز الحديد يعني من في ذاك الوقت اللي انت تتهز فيه الحديد وتتعذب ماشي بالضروره شي حاجه ممتعه. شنو اللي ممتع؟ اللي ممتع هو تشوف راسك في المرايه مور التدريب، الممتع هو تشوف عضلاتك تتنفخ تتكبر. هذه هي الجائزه. حاول توهم راسك ان داك العيا
ديال العضلات وانت تتريني، يعني خلال لونترينمون، هو الجائزه، هو المتعه، هو علاش غادي تريني. غتجيك في الاول بيزار، لكن مع الوقت غتولي حقيقه. بهذه الطريقه واخا يموتوا الناس كاملين في الدنيا غتكمل التدريب ديالك، غتبقى مواظب وغتوصل لاعلى المستويات. اغلب الناس تيفشلوا وتيلاشيو بالزربه حيت الجائزه اللي مور النشاط تتكون صغيره او ما تتوصلش بالزربه. اكيد شفتي داك اللي تيمشي لاصال السيمانه الاولى وتيبدا يتعصر قدام المرايه باش يشوف واش زادت فيه شي ضلعه ولا واش مشات ديك الكرش اللي مدليه عنده. هذا غالبا غيفشل وغيستسلم بحال الاطفال اللي حيدوا لهم الجائزه وما بقاوش باغيين يرسموا. في كتابي العدمية البراغماتية كتبت أن في الديانة الهندوسية كاين واحد الفكرة تتقول أننا تنبداو نموتوا في اللحظة اللي تنتولدوا فيها، ماشي تال من بعد 60 أو 100 سنة. الولادة ديالك هي الموت ديالك، بحال الساعة القديمة اللي تتعمرها وتتبدا دير ديك تك تك تك. الموت ماشي عقاب وماشي هو النهاية. كاين اللي تيسول علاش تولدت الا كنت غنموت. الجواب هو وشنو بغيتي دير من غير انك تعيش. السؤال ديالك داير بحال الا قلتي علاش نطلع في هاد التران الا كنت غنهبط منه. السفر ما يمكنش يكون دائم، الحياة غتستمر، ولكن السفر ديالنا حنا غيحبس. التصور ديالنا على الموت تصور عوج، تنعتبر الموت مصيبة، كارثة تتنزل على بنادم. الموت أو بتعبير آخر عدم الوجود هو القاعدة، الحياة هي الاستثناء. واش عرفتي شحال من حاجة كان خاصها تصدق باش تخرج انت لهذا العالم؟ وجودك هنا راه معجزة حقيقية، تريليونات ديال الناس كان ممكن يكونوا في بلاصتك. العلاقة الخايبة ديالنا مع الموت تتخلي كاع داكشي اللي تنديروه في الدنيا محاولة باش نتلاهاو على حقيقة أننا غادي نتسالاو واحد النهار، تنعيشوا بحال إلا ما كاينش هذا المصير. طبعا ما خصناش نكونوا تنفكروا في الموت كل دقيقة لدرجة أننا نكرموا في بلاصتنا ونبقاو نتسناوه فوقاش يوصل، لكن خصو يكون ديما حاضر معنا. علاش؟ حيت الحضور ديالو في بالنا غيخلينا نركزوا على الأشياء المهمة. التفكير في الموت هو التفكير في الصورة الكبيرة. احنا غير ضاربين دويرة وغاديين في حالنا. علاش نحزنوا ونتعذبوا لأسباب سخيفة؟ عاجلا أم آجلا غتعيش تجربة موت الحباب وغتحزن. الحزن شيء عادي، لكن التركيز على الخروج من الحزن مهم جدا. مشكلتنا مع موت الحباب هو أننا تنركزوا على الخسارة، تنساو الربح. اش من ربح؟ الوالد أو الوالدة اللي ماتوا، نعم صحيح خسرتيهم، ولكن ربحتي 40 أو 60 سنة ديال الذكريات معهم. هذا راه ربح كبير. تفكر الحياة اللي عشتي معهم، ماشي المستقبل اللي غيكون بلا بهم. وما تنساش أنهم مازال عايشين فيك بالجينات ديالهم، 50% من الأم و50% من الأب. ما تنساش عاوتاني أنهم لو رجعوا للحياة غادي يقولوا لك عيش حياتك بركة من الهم والغم. غيبغيوك تكون عدمي براغماتي. هذه مقتطفات من داكشي اللي كتبت في العدمية البراغماتية. من مات الوالد ديالي كانت عندي 3 سنين، وخا هكاك تنعتبر هاد 3 سنين ربح. وخا انا ما عقلتش على الوالد، ولكن هو شافني، فرح بيا، هزني، لعب معايا. ربما خففت عليه شوية ديال الحريق ديال المرض قبل ما يموت. علاقتي مع موت الحباب خلاتني ديما تنقلب على معاني كبيرة ديال الحياة، معاني اللي تخليني نتعايش مع الآلام ديال الفراق. في الأول كنت نركز بزاف على الدين،
ولكن لقيت في الاخر ان الفلسفه هي الوحيده اللي تقدر تطبطب علينا مزيان وتعطينا العيبات يعاونونا. كيفاش تعاملوا الفلاسفه مع الموت؟ سقراط كانت عنده واحد النظره غريبه للموت، كان تيقول على الموت انه ممكن نعتبروه اكبر نعمه. علاش؟ لان الموت بالنسبه لسقراط هو نهايه كل المعاناه. كلنا تنعاني وكاين اللي تيعاني اكثر من الاخر، فموت بنادم هو فعلا نهايه المعاناه. طبعا سقراط ما كانش تيشجع على الانتحار، ولكن بغانا ما نشوفوش الموت على انه داك البعبع، داك الوحش اللي خايفين منه. واحد الانسان اللي مريض وتيتالم يوميا الم ما يمكنش تصور الحجم ديالو، وما كاين حتى شي امل في الشفاء، منطقيا موته احسن من حياته. الا شفتي حيوان تيموت بشويه بشويه وتيتعذب، غادي تقتلو باش تحبس العذاب ديالو. كذلك من احبابنا اللي تيعانيو وما عندهمش ادنى جوده في الحياه، خاصنا نفرحوا ان المعاناه ديالهم تسالت. الوالد ديالي مات صغير، ولكن الموت ديالو كان نهايه المعاناه بالنسبه ليه. شوبنهاور فيلسوفي المفضل كان تيقول ان من تنتقبلوا العذاب، تنتقبلوا ديك المعاناه، تنعطيو معنى اعمق لحياتنا، تنعطيو حكمه اكثر لحياتنا. خاصنا نفرحوا بداك الشيء اللي عندنا، ماشي نبقاو تابعين حاجه اللي ما يمكنش نوصلوا لها. الا طبقنا هاد الهضره ديال شوبنهاور على موت الحباب، انا ما عمري غنقدر نرجع والديا للحياه. التركيز على انهم ما بقاوش معايا غيدير ليا غير تماره. اذا بالضروره خصني نركز على الحب وعلى الذكريات اللي جمعوني بهم. ألبير كامو تيقول اننا الا تقبلنا العبثيه ديال الوجود غنقدروا نتغلبوا على اي معاناه، ونقدروا نلقاو السعاده في اي حاله واخا تكون صعيبه. بالنسبه ليه سيزيف، من القصه ديال الاسطوره ديال سيزيف اللي حكمت عليه الالهه انه يبقى يطلع حجره حتى القمه ديال الجبل، وديك الحجره ديك الساعه تتكركب لتحت وتعاود يطلعها وتتعاود تكركب وباقي هكاك الى الابد. بالنسبه لألبير كامو، سيزيف ممكن يلقى سعاده في هذا الويل الى تقبل فكره ان الكون عبثي وما عنده الثمن. الفيلسوف اللي اثر فيا اكثر من اي فيلسوف اخر في موضوع الموت والحزن على موت الحباب هو ميشيل دو مونتين. دو مونتين تصور الحزن على موت الحباب بحال واحد العاصفه اللي تتغلف الروح ديالنا وتطردنا فاشلين وتالفين. هاد العاصفه ما خصهاش تطول، خاص نخرجوا منها بالزربه. بالنسبه لدو مونتين الحزن هو فرصه لينا حنا باش نتاملوا في راسنا. هاد الحزن تيحطنا قدام المرايه ديال الموت ديالنا حنا، المرايه ديال الحياه القصيره. هاد الحقيقه اللي تتولي واضحه قدام عينينا تتخلع، وفي نفس الوقت تتعطينا الراحه، تتبزز علينا نراجعوا الاولويات ديالنا ونقدروا القيمه ديال وجودنا.